في افلام بتتفرج عليها وتقوم تكمل يومك عادي، وفي افلام بتتفرج عليها وتفضل ساكت مش عارف تتنفس. فيلم بيقلب عليك الدنيا ويفكرك قد ايه العالم ممكن يبقى ظالم. النهارده انا راجع بعد غياب تقريبا 4 شهور او اكتر، مش عشان اتكلم عن فيلم وبس، انا راجع احكي لك عن قضيه، عن جريمه حقيقه حصلت فعلا، عن اطفال اتكسروا، عن عداله ما كانتش عادله. الفيلم اسمه سايلنت، الصامتون، لكن الضحايا عمرهم ما كان صوتهم واطي ابدا. انا مش هحكي الفيلم وبس، انا هعيشك فيه لحظه بلحظه لحد ما تحس انك جوه المدرسه وجوه المحكمه وتحس بالقهر زيهم. استعد، لان اللي جاي مش قصه، دي صدمه، دي فضيحه، دي صرخه حقيقيه لسه بتتكرر لحد النهارده. بنتكلم عن تحفه 2011 فيلم سايلنت للمخرج العبقري هوانج دونج هيوك. هو الفيلم ما اكتفاش بس انه يكشف لك الحقيقه، هو فعلا غيرها. الفيلم ده كان بمثابة قنبلة انفجرت في المجتمع الكوري وأجبرته على مواجهة أبشع أشكال الفساد والاعتداء. لو لسه ما شفتش الفيلم فاعرف إن في حرق الأحداث كتير في الفيلم، لكن تأكد إن الغوص في رسالة الفيلم وتأثيره أكبر بكتير من أي حرق. جهزوا نفسكم ويلا بينا نبدأ رحلتنا في عالم سايلنت. مدينة الضباب. أول شوط أول مشهد بتلاقي عربية ماشية في الضباب للبطل بتاعنا. البطل بتاعنا مين؟ البطل بتاعنا المدرس. ما تستناش مني إن أقول لك أسماء لأن الأسماء كلها شبه بعضها وأنا بتلخبط جدا. المدرس بتاعنا بيبقى ماشي بالعربية الجميلة بتاعته في وسط مدينة الضباب مغطيها، الرؤية فيها شبه منعدمة. في نفس الوقت اللي البطل بتاعنا ماشي بالعربية بتاعته بيبقى على التوازي بيبقى في طفل ماشي على قضيب قطر. والبطل بتاعنا كمل في طريقه في مدينة الضباب لأنه هو رايح مدرسة جديدة. هو بالمناسبة مدرس رسم أو فنان، وهو رايح المدرسة من كتر ما الدنيا ضباب ومش شايف فبيخبط في ديب. في نفس اللحظة اللي بيخبط فيها في الديب الطفل للأسف بيعمل حادثة وحياته بتنتهي بسبب القطر، لأن الطفل كان واقف على قضيب القطر والقطر خبطه. بعد ما القصة المؤلمة للطفل الصغير اللي احنا مش فاهمينها ويعتبر لغز كبير في أول الفيلم، البطل بيقرر إنه يروح يصلح عربيته. وهو بيصلح عربيته وبيتكلم مع الميكانيكي اللي هيصلح له عربيته، في نفس اللحظة واحدة سكرانة بتخبط عربيته من ورا، بتنزل تقول له انت اللي خبطت عربيته، عشان نعرف ان دي ناشطة في حقوق الانسان، فبتضطر ان هي توصله عشان هي خبطت له عربيته وبتديله الكارت بتاعها، ومن الكارت طبعا بيعرف ان هي ناشطة في حقوق الانسان. المهم البطل بتاعنا بيروح للمدرسة، والمناسبة هي مدرسة للسم والبق ومدرسة اطفال كمان. بيوصل للمدرسة، طبعا هو يعتبر بالنسبة له بيبدأ بداية جديدة، رايح مدرسة جديدة فيها اطفال، لكن اللي بيلاقيه هناك بيكشف عن واقع مرعب. من اول لحظة احساس بالصمت المرعب بيخيم على المكان. الأطفال برغم براءتهم بيظهر عليهم علامات خوف وقلق غير طبيعية. إدارة المدرسة بتتعامل بغرابة وكأن في سر كبير بيحاول يخفوه. بيبدأ إنه البطل بتاعنا المدرس بيلاحظ كدمات على الأطفال وتصرفات غريبة. الطبيعي إن هو يدخل يلاقي الأطفال بيضحكوا، أطفال مبسوطين بيهزروا وبيلعبوا، لكن لا، غير كده إطلاقا. كمان إدارة المدرسة بتتعامل بطريقة غريبة وكأن في سر كبير بيحاول يخفوه. لما بيلاقي في كدمات على الأطفال بيوصل للشك تدريجيا، بيكتشف الحقيقة إن الأطفال دول اللي المفروض يكونوا في مكان آمن بيتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية وحشية من مدير المدرسة. الصراحة أكيد المخرج كان له رمزية إنه يجيب لك مدير المدرسة يبقى توأم شخصين، مش عارف إيه بالظبط الرمزية دي، فأنت ممكن تكتب لي تحت ايه قصده من الرمزيه دي. والمشكله كمان ان مش المدير بس هو اللي بيسمح بالفوضى دي، لا، ده المدرسين والموظفين كمان شايفين ده وساكتين، بل المدرسين كمان بيعتدوا على الاطفال. الصدمه بتكون اكبر لما بيعرف ان كل ده بيحصل تحت غطاء الصمت والخوف في بيئه المفروض انها تكون امنه ليهم. الاطفال دول مش بس سم وبكر، هم كمان صامتون كسرا عن ان هم يقولوا الحقيقه، وده بيصعب مهمه كشف الجريمه والوصول للعداله. المخرج هوانج دونج هيوك، يا رب اكون نطقت اسمه صح، بيقدم هنا تحفه فنيه مش عشان القصه الجريئه لكن عشان الاسلوب الاخراجي اللي خدم القصه بشكل عبقري. خلينا نتكلم عن التصوير والاضاءه. الفيلم بيعتمد بشكل كبير على الالوان البارده والداكنه، درجات الرمادي والازرق الباهت والبني الغامق، وده بيخلق جو من الكآبه، جو من اليأس، من الظلم، وبيجسد حاله الاطفال اليائسين. الاضاءه بتكون خافته في المشاهد الداخليه للمدرسه، وده بيعكس الظلام اللي بيعيش فيه الاطفال، كأنه النور بيتعمد ان هو يتجنب الاماكن اللي زي دي. المخرج بيستخدم كاميرا قريبه جدا من وجوه الاطفال تلقط ادق تعبيرات الالم والخوف والصمت والاحباط. دي لقطات بتجبر المشاهد على التعاطف المباشر. زوايا الكاميرا احيانا بتكون لو انجل، زاويه منخفضه، بتوحي بضآلة الاطفال وعجزهم قدام الكبار طغاة. في احيان اخرى بنشوف لقطات واسعه للمدرسه بتاكد على عزلتها كانها سجن او مكان منعزل عن اي رقابه. المشكله بقى ان المفروض ان المدرس ده رايح عشان يقدم على وظيفه، فبنصطدم بالرأسماليه، ان المدير بيقول له مش عشان ان انت جاي لك ان انت تتعين هنا في المدرسه وانك تتعين هنا ببلاش، ده انت لازم تدفع فلوس عشان تتعين، وبتحجج ان
ان الفلوس اللي هيدفعها دي بتبقى عشان يعمل تجديدات في المدرسة او حاجة زي كده، تحسينات يعني، بس طبعا هو بيضربها بجيبه. والفيلم هنا بيصدمك بالرأسمالية بتاعة مدير المدرسة. نيجي لنقطة محورية في الفيلم، الصوت والسكوت. الفيلم بيتكلم عن الصم ولكنه بيوصل رسالة صوتية قوية جدا من خلال استخدام المخرج المتقن للصمت نفسه. المخرج بيستخدم الصمت كنبرة وأصوات بسيطة لها دلالة كبيرة جدا. صوت خطوات على أرضية خشبية بتوحي بالخطر، صوت تنهيدة مكتومة بتكسر جدار الصمت، صرخة صامتة بيعبر عنها تعابير الوش بس، أو حتى صوت أنفاس متقطعة بتعبر عن رعب داخلي. تناقض بين عالم الأطفال الصامت وعالم الكبار الملوث بالفساد بيخلق توتر رهيب جدا. لحظات الصمت بتكون أحيانا أبلغ من أي حوار وبتوصل حجم المعاناة. أما الموسيقى التصويرية فهي مش مجرد خلفية، دي جزء لا يتجزأ من السرد العاطفي للفيلم. الموسيقى بتنقل بين الحزن العميق والألم، وفي أحيان بتدي شعور بالتوتر والخطر الكامن، أحيانا أخرى بأمل بسيط وبسرعة بيختفي. الموسيقى بتعكس الروح المكسورة للأطفال وبتعمق بإحساس المشاهد لازم يحس بالتعاطف وهو بيتفرج، وبتخلي المشاهد يحس بالوحدة. الموسيقى نفسها بقت صوت للضحايا اللي هم ما بيتكلموش أصلا. مين بقى اللي شايف الحقيقة وساكت؟ الناس اللي في المكان اللي ساكتين على الحقيقة، من عمال من مدرسين، هم دول المكفوفين، هم دول اللي رفضوا يشوفوا الحقيقة. شخصيات سايلاند مرسومة بعمق شديد، كل شخصية لها دور وتطورها اللي بيأثر في المشاهد. نيجي مثلا للبطل بتاعنا، هو بيمثل المواطن العادي، الفنان الأب اللي بيحاول يتقبل واقعه الجديد في رحلته من اللامبالاة والاحتياج المادي لليقظة، بعد كده الغضب الشديد، وأخيرا إنه يتحرك من أجل العدالة. والقتال من أجل العدالة هنا هي جوهر الفيلم. بنشوف صراعه الداخلي، خوفه على وظيفته ومستقبله، لكن في النهاية إنسانيته بتنتصر وبيدفع ثمن غالي عشان الحق. بيجسد دور الشخص اللي مش لازم يكون بطل خارق عشان بيحارب الظلم، يكفي إنه يكون إنسان. أما بقى نشيطة حقوق الإنسان اللي اتكلمنا عليها، هي بتمثل الشجاعة والإصرار، هي اللي بتوجه البطل بتاعنا وبتزوده بالدعم والخبرة القانونية، خصوصا في الجانب القضائي المعقد. شخصيتها بتعبر عن النضال المستمر ضد الفساد، توريك إن في ناس مستعدة تضحي بكل حاجة عشان تدافع عن المظلومين، حتى لو كانت الثمن هو التعرض للخطر والإحباط المتكرر. إنما بقى الأطفال الضحايا دول هم أبطال القصة الحقيقيين. الأداء التمثيلي بتاعهم فوق الوصف، أقوى من الممثلين نفسهم اللي في الفيلم. على الرغم من صمتهم وإعاقتهم، كل واحد فيهم بيحمل جرح عميق جدا، لكن كمان عنده شجاعة وصمود غير طبيعي. المخرج صور ببراعة على لغة أجسادهم وعيونهم اللي بتحكي قصص كاملة، لحظات خوفهم، لحظات صمتهم، وحتى لحظات انتفاضتهم الصغيرة في المحكمة. بيوريك الضحية مش ضعيفة دايما، ممكن تكون هي الشرارة اللي بتغير كل حاجة، وصوتها في الصمت ممكن يكون الأقوى، خصوصا والصوت ده طالع من ظلم ويأس كبير جدا. مش متخيل قد ايه الناس دي كانت واطية، لأن القصة دي بجد حصلت حقيقية. المشاهد اللي الفيلم صورها صعبة جدا. الفيلم ده مش عائلة خالص يا اخوانا، الفيلم ده لازم تكون على الأقل سنك 20 سنة، ما تفرجش أي بنت معاك أو أمك أو أختك أو أخوك الصغير. الفيلم ده للكبار بس، مش عشان فيه مشاهد عري أو كده، لا، المشاهد فيه صادمة صعبة. الفيلم انت ممكن تشوفه مرة واحدة ما تشوفوش تاني، مش عشان وحش، عشان صادم. كنا بنتكلم عن المجرمين بتوع المدرسة، المدرسين والمدير. نسيت اقول لك ان المدير ده بنفسه كان بيتحرش بالاطفال. انا مش عايز اتكلم عن الحاجات اللي كانت بتحصل في اطفال في المدرسه كتير عشان اليوتيوب وقفش الفيديو. دول مش مجرد اشرار عاديين، دول بيمثلوا قمه الفساد والتغطيه عليه. الفيلم بيوريك ازاي السلطه، المال، النفوذ، او حتى الروابط العائليه المجتمعيه ممكن تحمي المجرمين دول لسنين طويله. حته مثلا الغلاف الديني اللي كان عامله، هو عشان كان راجل عنده نفوذ. هتلاقي ان دايما الجانب الديني ظاهر في الفيلم. مثلا الكادرات الواسعه للممثل البطل بتاعنا تلاقي وراه صليب. عايز اقول لك ان الناس دي واخده الدين كقشره بس مجرد بتحميهم. بيقول لك ده راجل متدين وبيتبرع للكنيسه، بس هو في الاصل راجل زباله. الفيلم مش مجرد قصه اعتداء، دي صرخه قويه قوي، اعمق بكتير من اي صرخه تانية، وبيخلي المشاهد يفكر في قد ايه الفساد المجتمعي والاخلاقي ممكن يبقى كبير جدا في حين السكوت عليه. قضيه الصمت والتواطؤ دي مثلا، الفيلم بيسلط الضوء على صمت الضحايا اللي مش قادرين يتكلموا، وصمت المجتمع اللي بيختاروا انه يغض بصره عن الحقيقه. عايز اقول لك ان عشان القشره الدينيه اللي كانوا واخدها من دور المدرسه، فالعداله كانت دايما في صف. انا مش عايز احكي لك عن مشاهد المحكمه كتير، لان هي من اروع المشاهد اللي شفتها في حياتي. لو تلاحظ انا في تحليل الفيلم مش بحاول احرق لك حاجات كتير، لان متعه المشاهد دي واحساسها ومشاعرها عمري ما هقدر اوصلها لك هنا، عشان كده مش بحكيها لك قوي. انا مجرد بحكي لك تحليل فلسفي شويه للشخصيات. ليه؟ لان انت لما تشوفها هتحسها، مهما قعدت اشرح لك صدقني لو 100 فيديو مش هيوصل لك مدى مشاعر المشاهد دي. الفيلم كمان بيصور فشل المؤسسات القضائيه بشكل صادم ومؤلم. الادله كانت واضحه، الشهود موجودين حتى لو كانوا اطفال صم. انت عايز ايه اكتر من ان الكاميرات كانت مصوره المدير وهو بيعمل كده في الاطفال، بس هم قدروا يشتروا المحامي. الفساد قدر يشتري الاحكام ويخلي المجرمين يفلتوا من العقاب. ده بيخلق احساس بالغضب والعجز الشديد جدا عند المشاهد، ويجبره عنه يفكر في قد
قد ايه العداله دي هشه قدام السلطه والمال. المحاكمه نفسها بتتحول لمسرحيه هزليه بتزيد من احساس الظلم جدا. زي ما اتكلمنا عن استغلال النفوذ والدين، الفيلم بيوريك ازاي المؤسسات اللي المفروض تكون اماكن للامان والرعايه زي المدارس او الكنائس حتى ممكن تتحول لوكر للجريمه بفضل نفوذ اصحابها. مثلا العلاقات اللي بيتمتعوا بيها في المجتمع علاقات مع ناس ذو نفوذ، ده بيفتح عيوننا على الاماكن اللي ممكن نستغل الضعفاء باسم السلطه او حتى باسم الدين. القوه الخفيه للطبقات المستضعفه على الرغم من ان الاطفال سم وبكم ضعفاء، الفيلم بيوريك ازاي صمودهم وشجاعتهم في المحكمه بالرغم من كل الضغوط والتهديدات بيقدر يكسر جدار الصمت اللي هم بيحاولوا يتوصلوا له. بيعبروا عن الامهم بلغتهم الخاصه، بيخلوا صوتهم الصامت يوصل للمجتمع كله. البطل قدم تضحيات كتير جدا. الفيلم بيوضح محاربه الفساد مش سهله جدا، وان البطل بيدفع ثمن باهظ جدا سواء في حياته الشخصيه او المهنيه. لكن الفيلم بيتساءل هل هو الامر ده يستحق بعد كل الاحباطات دي وبعد حتى ما الادله كانت واضحه والمحكمه برضه كانت بترفض؟ بس هجاوب عليك واقول لك ايوه الامر كان يستحق جدا، عشان الابرياء دول ملهمش ذنب ان هم يحصل فيهم كده. خلينا نتكلم عن تاثير الفيلم على الواقع، على البلد نفسها. يمكن اعظم ما في فيلم سايلاند هو تاثيره الحقيقي والعميق على المجتمع الكوري. الفيلم ده مش مجرد فيلم عادي او عمل فني، ده كان شرارة الثوره والشراره اللي اشعلت الضمير الشعبي بعد عرضه. كان في موجة غضب شديدة جدا في كوريا الجنوبية بالتحديد. عشرات الالاف خرجوا في مظاهرات وطلبوا باعادة فتح التحقيقات وتغيير القوانين. الضغط ده او الضغط الشعبي الهائل ده الناتج عن الفيلم اجبر السلطات على الاستجابة عشان يفتحوا التحقيق تاني في قضية مدرسة غوانغو. يا رب اكون نطقتها صح. زي ما قلت لك الفيلم قصة حقيقية 100%. وفعلا لما القضية بقت رأي عام بالشكل ده والناس عملوا مظاهرات، الناس دي اتحكمت تاني، اتحكموا من جديد. والاهم من كده ان قانون العقوبات الجنائية لحماية الاطفال والشباب اتعدل، بالذات المعرضين للاعتداءات الجنسية. القانون ده اصبح معروفا باسم دوغاني. دي سابقة تاريخية حقيقية ان عمل فني يقدر يغير قانون في دولة كاملة. الفيلم ده بيثبت ان السينما والفن مش مجرد ترفيه، السينما هو هيلة، هو كبيرة، بيوريك ان صوت الفن لو كان صادق وقوي ممكن يكون اقوى من اي محاولة لاسكات الحقيقة او التستر عليها. ده دليل على ان الفن قادر على كسر جدار الصمت. نيجي للخلاصة، سايلاند فيلم مؤلم، فيلم تقيل على النفس، فيلم ضروري، فيلم بيكشف عن ابشع جوانب النفس البشرية، لكنه في نفس الوقت الفيلم ده شجاع قوي وهيخليك تفكر في دورك كفرد في مجتمع ممكن يغض بصره عن اشياء كتير جدا. الفيلم ده بينبهنا ان الشر موجود وان الابرياء ممكن يتعرضوا لابشع الجرائم، لكن الامل موجود. الامل بيكمن في ان صوت واحد ممكن يكسر جدار الصمت. شاركوني في التعليقات ايه اكتر جانب في فيلم سايلاند لو شفتوه اثر فيكم. تعتقدوا ان في افلام تانية قدرت تغير الواقع بالشكل ده؟ ممكن ترشحوا لي افلام جميله زي دي كده. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده. اسف لو ما حكيتش القصه بالترتيب اللي انا متعود عليه دايما، لان انا اعتمدت ان انا احلل الفيلم من جهه تانية اكتر من ان انا احكي قصه وخلاص، لان الفيلم ده انت محتاج فعلا تسمعه وتحس بيه. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.